السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. يعني زي ما انتم شايفين كده، هنخلي الخضار كتير فيها ونخليها بإذن الله صحية وكمان اقتصادية على قد ما نقدر، علشان نواكب العصر اللي احنا ماشيين فيه والغلو الاسعار اللي احنا ماشيين فيه دوت. ده شكل الصينية وهي طالعة كده من الفرن، بسم الله ما شاء الله، تستاهل بقكم كده، روعة وتحفة. انا بحبها طبعا سخنة، عشان كده قطعت منها حتة وهي سخنة وطريه كده وجوسي وحلوه. ما بحبهاش وهي ناشفه او هي ماسكه نفسها. اللي عاوز ماسكه نفسها يستنى عليها شويه لما تهدى وتبرد خالص كده ويقطعها، هتبقى قطع قطع ان شاء الله. لكن انا بحبها بالشكل ده. تمام كده. ادي صينيه المكرونه بصدر الفرخه وبالخضار كمان، نحاول نصحيه اكتر، نخليها صحيه اكتر ان شاء الله. هنا معايا هنا بصلايه كبيره او بصلتين، خليتهم كده ياخدوا لون كده زي ما انتم شايفين، اصفر كده ذهبي شويه. وبعد كده نزلت بشويه خضار كانوا عندي في التلاجة. كانت عندي كوسايه، وكان عندي شويه بسله وجزر، وقطعت عليهم كمان ايه، الكوسايه ديت. قلت احطهم فين؟ على البصله مع تتبيله الفراخ اللي انا هعملها. انا كان عندي هنا صدر فرخه، قلت اعمل بيه فكره كده، قلت اعمل بيه صينيه بطاطس او صينيتين. فرمت صدر الفرخه مع قرن فلفل كده حراق، ونزلت بيه على الخضار اللي بالبصل. معلش دي كانت القطه بتاعتي. المهم جبت صدر الفرخه اللي انا مفرماه دوت، وعملت معاه قرن فلفل حار كده، ونزلت بيه على الخضار والبصل اللي عشان يتبلوا مع بعض، يعني زي ما تقولوا كده ايه، لحمه معصجه او صدر فرخه معصج بالخضار دوت، عشان يبقى طعمه جميل وفي نفس الوقت يكتر الكميه وفي نفس الوقت يبقى صحي. انا ولادي بصراحه ما بياكلوش لا كوسه ولا بسله ولا جزر مع الاكل ابدا، يعني الحمد لله. يعني فبضطر ادخل الحاجات دي في وسط الاكلات كده اللي هم بيحبوها، بيحبوا جدا بصراحه. بقى هم ايه البشاميل جدا بيحبوها، فقلت احط انزل بالحاجات الخضار اللي بياكلوش ده جواها. تمام كده. وزي ما انتم شايفين كده الصدر الفرخه اهو بدا يستوي. الفراخ ما بتاخدش سوا طبعا، وخصوصا لو كانت مفرومه زي كده. هنزل عليهم بقى ايه، بمرق الدجاج، توابل او بهارات فراخ، فلفل اسود اهم حاجه طبعا، شويه ملح صغيرين، بابريكا، شويه كده حبيش كده، تخلي الاكل ايه حلو للاولاد والطعم يحبوه يعني. تمام كده. خلاص كده ايه، تعتبر الخضار بتاعي كله استوى، هنزله. دول كان شويه بشاميل اللي عاملاهم برضو، طلعتهم ضفت لهم بس شويه لبن عشان ايه، يصحصحوا كده معانا ويفكوا، وحطهم على النار وضربتهم. تمام كده. مفيش بس غير المكرونه سلقناها، تسلقي بقى على قد المقدار اللي انت عايزاه. انا سلقت، عملت صراحه فيها دي صينيتين كبار كده. احط المكرونه بتاعتي، طبعا الميه دي انا حاطه فيها ملح، هقلبها كويس واغطي عليها، واول ما تستوي طبعا هسلقها، بس مش هخليها تستوي جامد، هخليها تستوي ايه 3/4 سوا، علشان هتكمل طبعا في الفرن. دي بصوا بقى البشاميل اهي، اخد منها واحط في الصينيه اللي هعملها من تحت كده، بعد ما دهنتها طبعا ماده دهنيه عشان ما تلزقش معايا. البشاميل هما بيحبوه في كل حاجه، اي حاجه احط لهم عليها بشاميل يحبوها. بعد كده ابقى انزل لكم ان شاء الله طريقه البشاميل الصحي من غير ايه، يعني هنحط برضو حاجات صحيه وهنخليه صحي ان شاء الله. يلا مش هنحرق الفيديو. نزلت بقى المكرونه خلاص كده، هي 3/4 سوا. هنزلها واصفيها واحطها على الصينيه من تحت كده، احط طبقه. احنا كلكم ما شاء الله بقى شطار وستات بيوت وحلوين، لكن برضو ايه، احب اشارك معاكم اكلاتي لو فيها فكره او فيها اي معلومه، مش هبخل بيها ان شاء الله. بصوا هنا حطيت البشاميل وحطيت عليها طبقه من المكرونه، وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي اللي عصقتها دي، هي والخضار، طبقه حلوه كده عشان ايه، نكمل مع بعض. هنا حطيت كل الفراخ اهو، حط شويه بشاميل كده في النص، وبعد كده هنزل ايه بالمكرونه عليها تاني، واحط برده البشاميل من فوق الوش تاني. تمام كده. ان شاء الله الفيديو يعجبكم والفكره تكون عجباكم. دخلوا الخضار في اي حاجه، اي اكل ولادكم مش بياكلوه، تحاولوا كده تتحايلوا عليهم بخدع كده وحاجات تعملوها وتبتكروها مع نفسكم كده، ما يكونش حد معاكم بس ولا شايفكم عشان ما يفتنش عليكم. بس كده حطيت بقى البشاميل على الوش كده عشان ادخل الصينيه بتاعتي الفرن. لو كان عندي جبن بقى كنت ضفت، لكن ايه، هي طعمها صراحه فظيع. انا عاملاها لهم بالزبده واللبن، وحطيت برده شويه شوربه، فايه طعمها ظريف الصراحه. البشاميل كانت حلوه لما كنت عاملاها قبل كده. بصوا بقى كده خلاص دخلناها الفرن.
شكلها وهي في الفرن هي بتتحمر. وهنا بقى لما طلعناها من الفرن بسم الله ما شاء الله بقى تحفة، سخنة كده وسايحة وجميلة طرية. بتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايكات وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الفيديو يعجبكم. سلام.